السلام عليكم اصدقائي الاعزاء. وحاجه مستفزه بتحصل في الايام اللي فاتت والايام اللي جايه بمناسبه الانتخابات الرئاسيه اللي على الابواب خلاص. ومع العلم ان السيد الرئيس قال انا مش عاوز دعايه ولا اعلان، ولا عاوز يعمل دعايه واعلان يتبرع بالفلوس لصندوق تحيا مصر او ايا كان الجهه اللي هتخدم بلدنا. ومع ذلك كل واحد حر في تصرفه. لكن لما تبقى معدي كده وماشي وشايف يفط، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحبب فيه الدنيا كلها وبندعي له ان ربنا يوفقه. لكن مثلا خالد ماهر يرشح السيد الرئيس، وبعدين صورة السيد الرئيس وصورة خالد ماهر ممكن تكون في نفس المستوى واكبر كمان. خالد ماهر رئيس مجلس ادارة الشركة الفلانية والفلانية والفلانية، خالد ماهر امين السياسات والحزبات والتك تربت تربت تربت، خالد ماهر عضو مجلس الامة والحكاية والرواية. الله، هو انت جاي بتعمل يافطة بترشح فيها السيد الرئيس وتدعمه، ولا انت جاي بتعمل دعاية واعلان عن نفسك وعن مكانتك والبدلة والجرافطة والقميص والجاكيت ومظبط نفسك 24 قيراط، ولا انت اللي مرشح؟ الله، طب وهي فيها حاجة لما تقول مثلا خالد ماهر رئيس مجلس ادارة كذا 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 يدعم بكل قوة السيد الرئيس لفترة رئاسة مقبلة، ومش لازم خالد ماهر يحط صورته يعني، ومش هنقول لك ما تكتبش، ما اليافطه دي كده مش هتتحط كده وخلاص، لا اليافطه دي مين اللي عاملها؟ فلان 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 فلان. بس ايه الداعي من الصور بتاعتكم؟ هو ما فيش حد يعرفكم، خلي بالكم، ما يعرفكمش الا اللي محوطين حواليكم فقط او اللي بيشتغلوا معاكم او عندكم. انا نفسي ما اعرفش عضو مجلس الامه عن دايره اللي انا ساكن فيها، ما اعرفوش، ما بنعرفوش، ما بنعرفش الجميع الا وقت الانتخابات فقط او وقت الاعياد. يهنئكم السيد العضو مستقل عن دايره كذا بالعيد الاضحى، بالعيد المبارك، بعيد الميلاد، بعيد القيامه، بعيد مولد النبي. كلام هو بس يفط، احنا العلاقه بيننا وبينكم يفط، وساعتها برضو بتكون يفط مستفزه. لكن في اعضاء كتير قوي، ناس اجمل من الجمال، بيشوفوا دايرتهم واهالي دايرتهم على اكمل وجه، وبيعملوا الوجه الله كتير، وبيطلعوا في كل المناسبات كتير، في اي مناسبة اسلامية او مسيحية بيعملوا وبيقفوا مع، لان احنا لينا عينين ولينا عقول ولينا قلوب، وبنمشي في الشوارع وبنشوف راكبين مواصلات، راكبين عربيات، راكبين موتوسيكلات، بنشوف. وفي ناس تانية ما تعرفش عنها اي حاجة، كل نايم ومتدفي في الشتاء وفي الصيف بيصيف، وكل سنة وانتوا طيبين وما نعرفش عنهم حاجة. هي نفس الاشخاص برضه هتلاقيهم النهارده اليفط بتنتشر، ولسه كل ما هنقرب كل ما هتنتشر اكتر. اهلا وسهلا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره تانيه وفي خدمه مصر وفي امن وامان مصر. اهلا وسهلا بحضرتك، انا خالد ماهر بقول كده. لكن اليفط اللي موجوده بتدي دعايه واعلان لاصحابها اكتر من الدعايه والاعلان للسيد الرئيس. السيد الرئيس مش محتاج دعايه ولا اعلان، هي دعاية واعلان للسيد الرئيس موقفه من بلده امن وامان من ساعة ما استلم، وموقفه من اشقائه، وحمايته لحدود بلده كلها. اما بقى عندنا حدود ملتهبة، وبسم الله ما شاء الله مصر عندها محاطة بثلاث حدود، 3 دول، من الناحية الشمالية مثلا ليبيا، من الناحية الجنوبية السودان، من ناحية معرفش ايه في فلسطين، وبسم الله ما شاء الله الحدود كلها ملتهبة ومشتعلة. ولازم تكون عينك في وسط راسك عشان تقدر تسيطر على المواقف دي كلها، لان لو ما حطيتش عينك في وسط راسك وكنت قوي بايمانك بربنا وبجيشك وبالمؤسسات اللي انت بتديرها، هتلاقي هجوم على الحدود بتاعتك من اي حته وخلاص، والضعيف ملوش مكان. ونبص في يوم وليله هنلاقي اشكال واجناس كتير جوه البلد، واصبحتوا انتوا ضيوف واحنا ضيوف. مصر عمرها ما باعت القضيه، مصر طول عمرها بتقدم شهداء عشان القضيه، عمرنا ما اتاخرنا ابدا عن القضيه، وده في حد ذاته يعني عمل بطولي وانجاز رهيب. الناس اللي متقدمه برضو قدام السيد الرئيس انا كان نفسي برضو يطلعوا كده في الشاشات الحكوميه التلفزيونيه، وكل واحد يقول رايه فيما يحدث وازاي يحل الموضوع ده، ازاي يحل الموضوع من ناحيه السودان ومن ناحيه ليبيا، من ناحيه فلسطين، من ناحيه اليونان،
من ناحيه الدول اللي عايزه تخش تشتبك معاك باي شكل من الاشكال، خشوا قولوا اتكلموا، هتعملوا ايه؟ ولا هو بس مجرد منصب اداري وشرفي وبقيت رئيس للجمهوريه؟ اللي بيدور على رئاسه الجمهوريه بيضحي بنفسه. في خسائر هتحصل في السكه، في امور كتير قوي بتحصل في السكه، لكن احنا عايشين ببركه ربنا وامن وامان بلدنا، وبناكل وبنشرب ومبسوطين. في اسعار مدمرانا، في استغلال من التجار، في تقاعس من الحكومه، في حاجات كتير قوي لو ما اتصلحتش النهارده هتخرب اكتر واكتر بكره، وكل مدى الامور بتتعك. لكن كل حاجه ان شاء الله هيكون ليها حل، لان احنا بالطريقه دي ما ينفعش. لكن نرجع لكلامنا الاساسي، وهو اللي عاوز يدعم السيد الرئيس مش لازم يا فندم تحط صورة بنفس الحجم واكبر من الحجم وتعمل دعاية لنفسك اكتر ما بتعملها للسيد الرئيس. لان انت قلت عن السيد الرئيس هما كلمتين، لكن عن نفسك عملت نشرة. ايه هي النشرة دي؟ زي ما قلت لحضراتكم في البداية، السيد فلان الفلاني رئيس مجلس كذا ورئيس امناء كذا وصاحب شركات كذا وصاحب مصانع كذا. شوف كل ده يدعم السيد الرئيس لفترة رئاسة ثانية، يدعم السيد الرئيس لفترة رئاسة ثانية. 6 كلمات. امري يحزن وامري والله العظيم انا ببقى ماشي وشايف منظر اليوفط. يا اخوانا ده هو انتوا بتدعموا السيد الرئيس ولا انتوا بتنافسوه بطريقه غير مباشره وبترشحوا نفسكم، ولا انتوا بتعرفوا الناس ان انتوا لسه على قيد الحياه؟ يا ساده يا محترمين، اللي على قيد الحياه ينزل يقابل الناس ويخدمهم علشان الناس تتكلم باسمه، عشان لما يجي عليك الدور في الانتخابات البرلمانية بدل ما تصرف 10 و20 و30 مليون على الدعاية، الناس اللي انت هتنزل تخدمهم دول هم اللي هيعملوا لك الدعاية، مش هتحتاج يفط. لكن انا واحد من الناس انا ما اعرفش حد فيهم، ويا رب يا مسهل تكونوا فعلا بتخدموا البلد من قلوبكم. واتمنى السعادة والخير للجميع. السلام عليكم.